ويا هلا متابعيني ومتابعاتي الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم يا رب تكونون بخير وبأفضل وأحسن الأحوال. وانتم تشوفون روتيني لهذا اليوم. طبعا روتين هذا اليوم كلش بسيط وخفيف وسهل، حبيت أشاركه وياكم إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. طبعا مثل ما شفتوا الصالة اليوم هوسة، ويعني تدرون روتين أو كل أم بيت ترتب البيت وتعزله وتنظفه. فبلشت أني روتيني من الصالة. كنا بالليل دلون اني والبنات وجبنا يانصيب وفتحناهم وشفنا بهم اشياء كلش تجنن، شفناها بالفيديو. رتبتها ورجعت الغطوات على التخم وعدلت الكوشات ولملمت الصالة ورتبتها ونظفتها. واهم شي لازم اهوي البيت كل يوم ويا بنات، بما انه احنا اغلبنا فلاونسا، خصوصا اللي عندهم اطفال بالمدرسة فيجيبون عدوات، فلازم نشمس الفراش، نهوي البيت، نغير الجو البيت، نغير الشراشف. ليش بنات؟ حتى نقلل من الإصابات بالإنفلونزا، وكله يبقى بيد رب العالمين هو الحامي والمشافي. فهنا أنا بعد ما لنيت الصالة على السريع جبت المكناسة وكنستها، قلت ما دام وطنية ولو هي هذه المكناسة بنات أو المكنسة عادي على المود ولا على الوطنية. أنا عندي إحنا عندنا 4 أمبيرات، تشتغل على 4 أمبيرات وبشغل تلفزيون وثلاجة، يعني ما تسحب كهرباء هواية. فبعد ما كملت الصالة وين اجيت على غرفة البنات، رتبتها وغيرت شراشف في الشرابي هماتين، والمخدات شمستهم ورجعت لبست المخدات ورجعتهم لمكانهم، وعدلت الملاعيب ولميت الهوست الكتب لأن كان عندهم كلش هواية قراية بالليل يعني قبل بيوم موني. فبقينا البيت على هوستة، ما صدقنا كملنا الواجبات ونمنا. وبعد هي راحت للمدرسة. هنا أنا شنو صايرة؟ أغسل الملابس بالليل وأشرهم هماتين من الليل، وحتى يشوفون وياي يعني بسرعة أو أسرع. ليش بنات؟ لأن صار كذا يوم ما شاء الله تبارك الرحمن ضباب، فدنعاني ويا الملابس شلون نشفهم. فمن قلة الأنواع الجوية إنه ثاني يوم شمس، فبالليل غسلتهم كلهم وشريتهم. وهنا الغدا مالتنا كان دجاج على الفحم، وعندي نص دجاجاية من الليل أنا نقعتها بخل وثوم وملح، حطيتها على الفحم واستوت بسرعة. ليش؟ لأن البنات الخل يطري اللحم كلش هواية، وسويت تمن مندي سريع. وهذا هو الغداء، وعلينا وعليكم بألف ألف عافية يا ربي. أكيد غسلت المواعين على السريع لأن ما عندي مواعين هواي، وإحنا لاغين فقرة الريوق، فلازم شوية الغداء يكون من وقت وشوية دسم. وحتى تقريبا حتى العشاء لاغين ده أكثر شي بس على الغداء، ونقضيها نمنوميات. فأنا شنو درست الصوبة نفط وعلقتها وبرا أكيد، وصفيتها ودخلتها للجو وللصالة، وحطيت عليها شاي نوم بصرة. فهنا شنو بنات؟ إحنا قبل بيوم اشترينا نصيب ب7000 دينار، اي ب7000 دينار. بناتي كانوا مجمعات فلوس، فكل مرة يشترون وحدة اثنين، فاشترينا كمية كبيرة. اعذروني الإضاءة لأن ما أعرف شلون صارت هنا. فهنا بنات طلع عندنا كميات كلش حلوة من القراصات، كومة قراصات عن طباقات وقراصات وماشات وجيتارات. وبعد شنو بالله بنات، وذني قراصات الكورية الكبار الموديلهم كلش حلو بنات، والحلو بيهم خفيفات وقويات. فهالمرة استفادينا، أكيد طلعت لنا نفاخة وطلعت لنا قصب، والعفو طلع عندنا أقلام جاف مو كيفت على الأقلام الجاف اللي طلعوا لها. وطلعوا لنا بعد شنو اكو اشياء كم حاجة تافهة ما استفادين منهم، بس هواي والله قراصات. يعني انا لو اشتريها يعني على قطعة من برا يعني من حاجة 500 او حاجة ألف، فهواي ياخذن. فهالمرة باليا نصيب كلش تونسنا واستفادينا منهم. شوفوا كمية القراصات طلعوا، اكو قراصات ناعمة واكو قراصات لا والله كبار. و وشنو بنات طلع عنا قراصات هاي لاستيك احنا نقول عليها، كلش هواية. فيعني أنا تقريبا من هنا فد كذا شهر ما راح أشتري أي قراصات البنات ولا إلي. وطلع عنا باندات، وطبعا بعد أكو غير ذولي الباندات بناتي لابساتهم ستن كلش حلوات، يكونون عريضات يعني، وبهن ألوان حلوة. وهذولي السوارات بنات مال باربيات، موني حايرة قالت ماما عندنا كوم عادي أنطي صديقاتي بالمدرسة، فقلت ها أوكي خذي صديقاتي وانطيهن وزعيهن اللي تحبين. بس نست وقلت يلا على غير يوم. وهذه القراصات بنات مثل ما قلت لكم اللاستيكات كلش حلوة وقوية، فاستفادينا منهم. منو مثلي يحب اليانصيب؟ طبعا مو بس اني وبناتي كلش نحب اليانصيب. فهنا غيرنا جو ولميتهم كلهم بهذه الطاسة كبيرة، لأن أنا أشتري فد علبة كبيرة من السوق نجمع بيها القراصات وهاي السوالف مال البنات، لأن بما إنه بنوتات عندي اثنين فاحتاج هاي القراصات هواية. تغييرات بالشعر. فهنا تقريبا صار الساعة 10:30 11 إلا بناتي ناموا. أنا من وقت أحب أنام بناتي خصوصا من يكون عندهم دوام صباحي، أو حتى لو دوام ظهري ينامون بال10:30 بال11، مرات نطول بالسهرة. ليش؟ حسب القراية مالتنا، بس أحب دائما قبل 10:30. فناموا
وغطيتهم قلت لهم أحلام سعيدة وبوستهم. فقعدت شفت نفسي فاضية وبعت على الشاي وبصرة بعد لي الراد، لأني أحبه يعني يعطي طعم كلش طيب، أحب أخليه على نار هادئة كلش فترة طويلة. فشفت عندي هذا الهانة وعندي الجزر وعندي هذا الخيار، طبعا صار تقريبا بالعشرة أيام أنا حاطتهم بالثلاجة، كل ما أريد أسوي بيهم طرشي أتردد، فقلت يلا مادام ما عندي شي. فهنا أنا شنو بنات قطعتهم بالأحجام اللي أنا أريدها. والخيار شرحته من النص، وعندي ميدا يغلي بالجدر، ضفت إلى شوية من الملح، تقريبا ملعقة كوب ملعقتين كوب، يفضل خشن بس أنا ما عندي. أضفت رشة بسيطة من الكمون، البنات الكمون يوخر عندي هاي طعم الشوخل مال لهانة. تمام. ما أخليهم ينسلقون هواية، تقريبا دقيق أقل دقيقة والله، مجرد بس ما يطلون. ليش؟ لأن أنا أريد الطرشي مالتي يطلع بيه قرمشة. بالعادة أنا أسوي المخلل مال الخيار نهائيا ما أسلقه، بس بالمخلل اللي بيه جزر ومشكل لا، هذول أسلقهم، لأن تعرفون الخيار شوي طري، الجزر قاسي، فيتفاوت بيهم يعني مرحلة الاستواء. فهنا أنا بلشت اللهانة. طبعا هاي اللهانة بنات أقل من نص راس لهانة. ليش؟ لأن هي كانت كبيرة، وسوينا منها محشي لهان هذا المصري أنا يعني أكلناه قبل فترة، وبقت هذولي غلفتهم بالنايلون الغذائي، حطيتهم بالثلاجة فما عليهم شي. فقلت يلا خلي أسوي، بما إنه إحنا نحب المخللات البيت، طعمهم كلش طيب. أنا مو ضد ويا المشترى لا بالعكس، بس دائما حاجة البيت أنظف وأطيب وأسهل أو أصرف. بس مرات والله من يكون عندي الإمكانية لا والله عادي أدز من برا وعادي والحياة ماشية. أنا خليت الجزر شوي تقريبا دقيقة إلا، لأن شوي جزر مثل ما قلت لكم قاسي، وعندي هنا فصين من الثوم أو راسين كبار من الثوم. والخيار، الخيار مجرد ما خليته طلعته، ما أريده هواية يهتري. فأنا يعني عبيتهم هذول العلب، وحطيت شرائح من الليمون. وهنا عندي هذا المي أو الصوص أو الخلطة اللي سويتها عبارة عن كوبين ونص من الخال الأبيض وكوب ونص مي. تبقى البنات المكونات حسب اللي انتو كمية تسووها أكيد يعني. حطيت نعناع وحطيت بهارات ترشي، لا ما حطيت بهارات ترشي لما كان عندي، حطيت كركم وشوية من الكمون وشوية من الفلفل الأسود وليمون دوزي، ومثل ما قلت لكم نعناع مجفف يعطي طعم كلش كلش طيب. وحطيت صبغة الزعفران، أو هاي صبغ مال لوزينة، هم يعطي لون يعني لون حلو، وتقدرون تستغنون عنه، بس أنا حبيت لونه. وراح أضيفهم فوق الطرش اللي سويناه. وخليت تقريبا مدة 3 أيام بنات بالمطبخ عادي، ويكون عندي أطيب مخلل جاهز. تقدرون تضيفون الأشياء اللي تحبوها والأشياء اللي متوفرة عندكم. أنا هذا المتوفر عندي وسويته، ما شاء الله تبارك الرحمن، مش شكله طعمه يعني شهي، منو يتفق وياي. والحمد لله والشكر على كل نعمة وعلى كل حال احنا نمر بيها. امشي الواحد الانسان يكون بصحته وعافيته، والاشخاص اللي حواليه بخير وعافية، هذه نعمة ما بعدها نعمة. طبعا انا قعدت ودا انتظر زوجي، فشنو بوعت على الصوبة، شفت انه بصرة صار الريحة ملت الصالة، وشكله ولونه كلش يشهي ويفتح النفس. وخصوصا اللي تعرفون هاي تغييرات الجو بارد والبلاعم، فهاي المشروبات الدافية كلش تفيدنا بهذا الوقت. وخصوصا انه هاي المشروبات صحية، ما بيها يعني اشياء مضرة، ولو انه انا اموت على القهوة والكافيين كلش طيبة. يسموها كافيين بنات، ما اعرف انا دا اسحق، بس عادي انتو تتحملوا سحقاتي. وانا كلش كلش احبتن واحبتن كلش، لان تشجعني كلش هواية يا بنات. وهنا اقولكم وصلت لنهاية الفيديو. باي باي.